السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. جمعة مباركة عليكم يا حبايب قلبي. النهاردة بإذن الله هعمل معاكم القلقاس بالخضرة. الخضرة اللي هي الكزبرة يا جماعة والسلق. طبعا بيبقى جميل وريحته جميلة جدا عن اللي بنعمل بطماطم. لعشاق القلقاس بالخضرة يتفرجوا على الفيديو ده، ما يجرهوش، يتفرجوا على كل حاجة فيه عشان بصراحة يستمتعوا بالجمال اللي فيه. اتمنى يا حبايبي اللي يعجبوا الفيديو قبل ما ابدأ الفيديو ما ينسانيش بلايك وشير، واللي اول مرة يشوف قناتي يعمل لي اشتراك. شكرا لكم يا حبايبي من متابعين الكرام اللي طلب القلقاس. انا بهديله الفيديو ده لابني. شكرا لكم يا حبايبي على متابعتكم ليا. طبعا اول حاجه بنجيب الثمره اللي تكون الجزء بتاعها كده بامبي من فوق، بنبدا ان احنا نقشره. طبعا نحذر على ايدينا لان هو تقطيعه بصراحه بيبقى صعب وكده، فاحنا نقشره ونحافظ على ايدينا كده، ونحاول نشيل الجزء اللي بيبقى فيه ثقوب كده وبتبقى لونها غامق يعني. معانا ثمرة تانية غير دي اهي. قشرنا اللي الثمرة التانية هنبدأ ان احنا نقطعه لمكعبات. بنعمله كده الاول طرنشات بالطريقة ديت، وبعدين نقطعه كده صوابع ونعمله مكعبات. نحذر على ايدينا يا جماعة لان هو بيبقى جامد بصراحة. طبعا يا جماعة المادة اللزجة اللي بتبقى فيه بتبقى مخليه بيتزحلق معانا كده، فاحنا بعد ما نقشره نحاول ان احنا نمسحه بفوطة نضيفة كده علشان نقدر ان احنا نتملك تقطيعه. نقطعه صوابع بالطريقة دي كده، وبعدين نقطع مكعبات. اذكروا الله يا حبايبي، لا اله الا الله سيدنا ونبينا محمد رسول الله. جمعة مباركة عليكم وعلينا وعلى الأمة الإسلامية يا حبايبي. بنبدأ بقى ان احنا نقطع مكعبات، ما نكبرهاش قوي عشان يبقى كله سوا واحد. اهو يا حبايبي، اكثروا من التسابيح يوم الجمعة يا حبايب قلبي، ومن الصلاة على النبي تفتح لكم الابواب المغلقة. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. طبعا القلقاس ده يا حبايبي فيه الفيتامينات وغني بقيمته الغذائية، وطبعا بيبقى جميل جدا بالخضرة. ومن عشاق بقى اللي بيعملوه بالطماطم ده، الاكل بيبقى اذواق وحرية شخصية يعني، بس القلقاس بالخضرة رهيب في الجمال بصراحة. بعد ما قطعنا الثمرتين كلهم يا جماعة، عملناهم بالمكعبات اللي حضراتكم شايفينها دي. نحاول ان المكعبات كلها تكون حجم واحد. ننزل بالمكعبات اللي احنا قطعناها دي بقى في بولة معانا. هنعمل ايه بعد كده؟ في ناس يا جماعة بيمسكوه ينشفوه من المادة بتاعته دي من غير غسيل. لا، اغسليه بمية سخنة. القلقاس ما نغسلش بمية باردة من الحنفية، لا بنغسله بمية سخنة وندعكه جامد عشان نتخلص من المادة اللزجة اللي بتبقى فيه، علشان وقت الطبيخ ما تبقاش الشوربة بتاعته هيسرد المادة دي كلها فيه وتبقى الشوربة لزجة ومش هتبقى بصراحة مستحبة. معانا ربطة سلق أخضر، بنقطف الورقة كده، بنشيل العود خالص نستغنى عنه. وربطة كزبرة نصها كزبرة ونصها شبت، غسلينها وغسلين السلق برضو. هنبدأ ان احنا نقطع السلق بتاعنا بالطريقة دي، تقطيع مش صغير يعني، لانه طبعا احنا هنضربه في الخلاط. معانا الخلاط بتاعنا، بننزل بكوباية صغيرة كده مية، طبعا علشان تساعد في عملية الفرم ونفرم معانا سهل. لازم نحط جزء من المية كده، كمية من المية كده في الأول. هنعبي السلق بتاعنا ونقطع الخضار بتاعنا برضو.
الخضرة دي يا جماعة الشبت ما نستكفاش بالكزبرة بس، لا نحط معاها شبت عشان تشموا الريحة الجميلة للقلقاس مع السلق طبعا. هنقطع الخضار بتاعنا برضو كده تقطيع عشوائي كده كبير مش صغير اهو، وهنحطه برضو معانا في الخلاط وننعمه. هننزل برضو بكمية الكزبرة والشبت كده على السلق ونشغل عليه، ولو احتاج معانا مية نحط مية تاني. هنفرمه بقى يا جماعة ناعم ونرجع لكم تاني. طبعا الشوربة بتاعتنا كانت سخنت يا جماعة بس كنت طفيت عليها. هننزل بالسلق بتاعنا طبعا بعد ما غسلناه غسيل جيد بالمية السخنة عشان نتخلص من المادة اللزجة اللي بتبقى فيه، ما نغسلش بمية باردة. ليه؟ لان بتزيد معاك المادة وتبقى بصراحة مش مستحب. غسلناه وصفناه كده في مصفى معانا. سخنا الشوربة كده، نزلنا بالقاس في الشوربة وهنغطي عليه ونسيبه. طبعا بنظبط الحدق بتاع الشوربة ونسيبه لما يقلب معانا بقى كده، على ما احنا نشوف الخضرة بتاعتنا هنعمل فيها ايه. بعد ما فرمناها فرم جيد كده في الخلاط، هنبدأ ان احنا ننزل بها في مصفى تحت منها بوله كده ونصفيها. احنا عايزين المادة السائلة لوحدها، المية لوحدها، والالياف تبقى لوحدها. لان ايه، هنشوف هنعمل ايه في الالياف دي. هنصفي الالياف دي من المية نهائي وناخد المية دلوقتي. اذكروا الله يا جماعة، لا اله الا الله سيدنا ونبينا محمد رسول الله. دايما يا حبايبي ما ننساش اخواتنا في فلسطين، ندعي لهم دايما بنية خالصة ان ربنا يثبتهم على قول لا اله الا الله، ويعينهم ويقوهم يا رب على اللي هم فيه، وينصرهم نصرا عزيزا. كده بعد ما الشوربة قلبت كده بدأت تغلي معانا يا حبايبي بالقلقاس كده وهو بيستوي معانا، هنبدأ ناخد المية بتاعتنا وننزل بيها على القلقاس. بسم الله ما شاء الله. هنقلب بقى الشوربة بتاعتنا كده ونشوف هنعمل ايه برضو في الألياف. شوفوا اللون الجميل يا جماعة، عمره ما هيسمر معانا وهيفضل باللون الأخضر الجميل ده. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. جبنا معلقة سمنة يا جماعة قدحناها، هننزل بمعلقة توم مفروم كده ونبدأ إن احنا نشوح فيه لما تبدأ ريحتها تطلع معانا وتبدأ يبقى فيه صفار خفيف. طبعا احنا مش عايزين التوم ياخد لون لأننا هيكمل سواه مع السلق. فاحنا يا دوبك ان هو يشم الحرارة في السمنة كده، وما نقساش عليه قوي لاننا هننزل بالالياف بتاعتنا دي. ما نستناش لما التوم يحمر ننزل، وبعدين نبدأ ان احنا نقلب الالياف ديت بتاعت السلق والكزبرة والشبت، نلم بيها كده التوم، عشان التوم مش عايزينه ياخد لون معانا احمر زيادة عن اللازم. احنا عارفين ان التوم بيحمر بسرعة. نبدأ ان احنا نلمه كده في قلب الالياف دي ونشوح فيه. ما اقولكوش يا جماعة في الوقت ده الريحة كانت شكلها ايه، حاجة كده بسم الله ما شاء الله تحفة. وكانت مفحفحة في البيت كله ريحة السلق بالتوم دي. اتمنى يا حبايبي ان الفيديو النهاردة يعجبكم. انا مش مسرعة الفيديو اهو يا حبايبي. اه بدأ ان السلق بتاعنا ينشف معانا اهو من المادة الخضراء اللي فيه. بسم الله ما شاء الله مع فص الثوم. جبنا بقى السلق بتاعنا، هننزل بقى بايه، بالسلق اللي احنا عملناه ونشف معانا ده مع الثوم. دي الطشة اللي تعتبر للسلق. الله على الجمال، الله على الريحة دي في الوقت ده يا جماعة. احلى سلق والله يستاهل بقكم. ابني اللي طلبه ما اقدرش اتأخر عن متابعيني في اي حاجة يطلبوها اعملها لكم من عيني، ويا ريتكوا جنبي كنتوا كلتوا منه والله.
هنبدأ بقى ايه، طبعا السلق لسه ما كانش استوى معايا برضو قوي. هياخد بقى إيه تقليبة بقى مع السلق والثوم اللي احنا شوحناه ده. بسم الله ما شاء الله. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا الله. بوريهولكوا يا جماعة، هنشوف بقى سواه استوى معانا ولا لا. بسم الله ما شاء الله، كان استوى معانا اهوت. هو ما بياخدش سوا يا جماعة، ما شاء الله بيستوي معانا في الشوربة، وما بنحط الحاجة بتاعته على طول بيستوي برضو بيكمل معانا. بسم الله ما شاء الله، ما بياخدش اي وقت خالص، بيبقى كده زي الزبدة. هنبدأ نطفي النور النار بقى كده يا جماعة، ونبدأ نغرف طبق القلقاس بتاعنا الرهيب ده. اتمنى يا حبايبي انه يعجبكم. اللي عجبه الفيديو ووصل معايا لحد هنا ما ينساش يحط لي لايك وشير. شيروا الفيديو يا حبايبي. ولأول مرة يشوف قناتي فضلا ليس أمرا يعمل لي اشتراك. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.